مفيش شغل مفيش توظيف. من بداية دخولنا للثانوية العامة واحنا دايما بنسمع الكلمة دي، مفيش شغل مفيش توظيف. من بداية دخولنا للثانوية العامة سمعنا حاجات من الناس أول مرة نسمعها، شفنا حاجات من الناس أول مرة نشوفها. كان دايما الكل يقول لنا بلاش الثانوية العامة، الثانوية العامة صعبة وانت مش هتقدر عليها، وكده كده مفيش شغل ومفيش توظيف. من بداية دخولنا للثانوية العامة وكل واحد فاشل كان عايزنا احنا نتحمل نتيجة فشله. من بداية دخولنا للثانوية العامة ما كانش في حد معانا من بداية الطريق لحد آخر الطريق غير أهلنا. أهلنا بس اللي كانوا دايما بيؤمنوا بينا، أهلنا بس لو حتى فشلنا في حياتنا برضه كانوا بيؤمنوا بينا. في الثانوية العامة كنا بنقوم ونجع، نقوم ونجع ونفشل أحيانا، وما كانش في حد معانا برضه غير أهلنا. أهلنا بس اللي استحملوا وكانوا دايما مصدر تحفيز لينا. قرايبنا سمعنا حاجات من قرايبنا أول مرة نسمعها، اللي كل واحد ابنه فشل كان دايما عايزنا احنا نتحمل نتيجة فشله. كل واحد ابنه فشل من قرايبنا كان دايما عايزنا احنا نتحمل نتيجة فشل ابنه، ويقول لنا كان غيرك قشطة، كان غيرك نفع، انت مش احسن من غيرك عشان تنفع، وكده كده مفيش شغل. الثانوية العامة بالنسبة لنا ما كانتش مجرد مذاكرة. الثانوية العامة لو مذاكرة وبس كان الكل دخل كليات قمة، كان الكل دخل هندسة، كان الكل دخل طب. لو الثانوية العامة بس مذاكرة كان الكل نفع. الثانوية العامة دي كانت تجربة بالنسبة لنا، تجربة وتأثرنا بيها. عرفنا الناس على حقيقتها، عرفنا اللي معانا، عرفنا اللي ضدنا، عرفنا ان مفيش حد هيبقى معانا غير اهلنا، محدش هيستحملنا غير اهلنا، لكن الكل هيكون ضدنا، الكل عايز يحملنا احنا نتيجة فشله. ولحد ما وصلنا لثالثة ثانوي وللأسف دخلنا كلية ما كناش عايزين ندخلها، وما دخلناش كلية قمة. الكل بدأ يقول احنا كنا صح، اهو دخلوا كلية آداب واحنا كنا صح، وكلية آداب ولا فيها شغل ولا فيها توظيف، وياخد الشهادة ويقعد. خلاص الناس شافت نفسها ان هي كانت صح، الناس شافتنا خلاص ان احنا فشلنا. الناس شايفة قدامها الكليات يا اما طب يا اما هندسة، مع ان المهندسين بيخلصوا وبيدوروا على شغل، مع ان كل الكليات اساسا بتخلص وبتدور على شغل، بس هي الناس مش بيعجبها حاجة. دخلت تجارة مش بيعجبها، هندسة مش بيعجبها، حقوق مش بيعجبها، السياحة وفنادق مش بيعجبها. الناس مش بيعجبها حاجة، والناس ما سابتناش ولا هتسيبنا لحد ما حياتنا تنتهي. الناس مش هتسيبنا حرفيا، محدش هيقف جنبك في حياتك غير الاهل. واول ما دخلنا كلية آداب خلاص احنا خلاص حياتنا ضاعت، ودخلنا قسم فلسفة، ده حياتنا مش ضاعت بس، ده احنا اتبهدلنا حرفيا. ولما دخلنا قسم فلسفة وتعلمنا السنة واثنين وثلاثة واربعة، عرفنا ان الشهايد كتيرة والطلاب بالملايين كل سنة. طب انا بقى هشتغل ازاي؟ قسم الفلسفة عرفنا ازاي نفكر. قسم الفلسفة القسم الوحيد في كلية آداب اللي بيعرف الطالب ازاي يفكر. قسم التاريخ بيدرسوا كتب وتاريخ واحداث فاتت، قسم آثار بيدرسوا عن الآثار، قسم انجليزي بيتعلموا لغة، انما قسم فلسفة بيعلم الطالب ازاي يفكر، ازاي يعمل لنفسه شغل. ده للطالب اللي هيتعلم، انما للطالب اللي داخل عشان شهادة، عشان ياخد شهادة عادي. ملايين الطلاب بتاخد شهايد، اشمعنى انت اللي عايز تاخد شهادة وتشتغل بيها؟ انت احسن من غيرك في ايه؟ وده اللي اتعلمناه في قسم فلسفة. اتعلمنا ازاي نفكر، اتعلمنا دايما الطالب اللي كان يقول لنا قسم فلسفة مش بيدوا تقديرات، ما تتعبش نفسك. عرفنا ليه مفيش تقديرات؟ لان الشهايد كتيرة، انما اللي بيصحح او الدكتور اللي بيعلم عايز طالب قدامه بيفكر، لان قسم فلسفة بيعتمد على التفكير. قسم فلسفة بيعرفنا ايه السبب وراء كل حاجة، دي ليه، دي ازاي، دي كيف، ليه ما فيش شغل. عرفنا ازاي نتعامل مع الوضع. اللي اتعلم في قسم فلسفة هو اللي هيعرف يستغل الوضع، هو اللي هيعرف يعمل لنفسه شغل. لو انت عايز شهادة خد الشهادة، بس هتقعد زيك زي غيرك. اللي بيقول ان قسم فلسفة صعب، لما انت بتصعب قسم فلسفة امال ازاي كنت عايز تدخل طب او هندسة؟ صدقني اختيارات ربنا في حياتنا دايما هي الاختيارات الصح. اللي دخل قسم فلسفة بيقول ان هو قسم صعب، امال ازاي كنت عايز تدخل طب ولا هندسة؟ هي طب وهندسة بينجحوا كده؟ الناس اللي عايزة تنجح وخلاص كده هتنجحوا وهتاخدوا شهادة، بس بعد كده ما تقولوش ان الشهايد مش بتشغل. في قسم فلسفة اتعلمنا ازاي نفكر، ازاي نعمل لنفسنا شغل، اتعلمنا ازاي نتعامل مع الوضع. قسم فلسفة دايما بيخلينا نتعامل مع الوضع اللي احنا فيه. الشهايد كتير على جفا من يشيل، لكن في قسم فلسفة لما اتعلمت صح
عرفت ازاي اعمل لنفسي شغل. 90% من قسم فلسفه مصعبين وعايزين ياخدوا الشهاده ويطلعوا، وهم في الاخر مش هيلاقوا شغل وهيحطوا اللوم على قسم فلسفه. في ناس مش بتذاكر خالص وعايزه تنجح، وده الحاجه الغريبه اللي مش عارفها ازاي. لكن الناس اللي اتعلمت في قسم فلسفه عرفت ازاي تفكر، عرفت ازاي تعمل لنفسها شغل. الكليات مش بس شهاده، عايز تشتغل تتعلم مش تاخد شهاده. ياما ناس كتيره خدت شهاده وما لقيتش شغل، وياما ناس كتيره بتشتغل ومش معاها شهاده. الواقع اللي احنا فيه دلوقتي عايز الشخص اللي يتعلم، عايز الشخص اللي يستفاد، يتعامل مع الوضع، يشوف ايه الوضع، يشوف ايه العصر اللي هو عايزه. العصر اللي احنا فيه ده عايز ايه؟ عايز شهاده ولا عايز يتعلم؟ وحاليا دلوقتي وانت بتسمع الفيديو انا بحمد ربنا مليون مره اني دخلت كليه اداب قسم فلسفه، لان لو دخلت اي قسم تاني او اي كليه تانيه ما كنتش هوصل للي انا فيه. اي قسم تاني بيديني شهاده وبيحفظني حاجات ملهاش اي لازمه، انما قسم فلسفه عرفني ازاي افكر. يمكن كلامي ما يعجبش البعض، بس في قسم فلسفه ركزت على التعليم وما ركزتش خالص على الشهاده او الورقه اللي هاخدها، لان اللي شايفه حواليا الشهايد ملهاش اي لازمه. اللي اتعلم هو اللي لقى شغل. وانا لما اتعلمت وعرفت ازاي افكر وعرفت ازاي اتعامل مع الوضع اللي انا فيه، عرفت ان انا الاقي شغل قبل ما اخلص قسم فلسفه. وانا قاعد حاليا دلوقتي قاعد قدامك في فيديو ما خدش في ايدي نص ساعه، قاعد على كرسي قدام الجهاز المروحه شغاله وبعمل فلوس. طبعا انت كشخص تقليدي هتقول لا انا ماليش في الكلام ده. قسم فلسفه بيعلمني ازاي ما اكونش تقليدي، بيعلمني ازاي اجيب الفلوس وانا قاعد. انا حاليا دلوقتي وانا قاعد بعمل فلوس. ورينا انت بقى استفدت ايه من قسم فلسفه؟ ما استفدتش حاجه. لو اتعلمت كنت استفدت. انا حاليا دلوقتي انت بتتفرج على الفيديو وانا بستفاد منك، عرفت ازاي اتعامل مع الوضع وازاي اعمل لنفسي فلوس. انت هتخلص وتدور على شغل وانا اخلص ويكون الشغل بتاعي موجود، مش محتاج ادور على شغل. وده عشان اتعلمت. انت بقى بيميزك ايه على غيرك؟ انت بتتميز بايه عن غيرك؟ لو انت مش بتتميز بحاجه عن غيرك ما تدورش على شغل ولا تلوم حد وما تلومش غير نفسك. احنا حاليا دلوقتي في عصر التميز، عصر الاختلاف. لازم تكون مختلف عن غيرك، عندك فكره مختلفه عشان تعرف تشتغل وتستغل الوضع الصح. وانا بحمد ربنا وان ربنا اختار لي قسم الفلسفه. دي كانت احسن حاجه في حياتي حصلت، والحمد لله كل حاجه حصلت في حياتي كانت باختيارات ربنا وكملت فيها. وفعلا اختيار ربنا هو الاختيار الصح. وبشكر كل اللي في قسم فلسفه على المجهود اللي هم عملوه معانا. فعلا الدكتور دايما بيدور على الطالب اللي اتعلم، لكن الشهايد كتيره. واستنوني الفيديو الجاي ان شاء الله يكون فيديو برضو كويس جدا. طولت معاكم في الفيديو والسلام عليكم.